انت مش مفلسة، انت مش بتعرفي تتعاملي مع فلوسك. قلت تقريبا 20 حاجة تساعدك انك تحافظي على فلوسك اكتر. لو اول مرة تشوفوني، انا ميار رضوان، بعمل فيديوز على لايف ستايل، بيوتي، فلوس، كتب، حاجات كتيرة قوي، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب. ولو تاني مرة تشوفوني فويلكم باك. للأسف مودي مش أحسن حاجة خالص، بس قلت لو مصورتش الفيديو ده مش هيتصور الأسبوع ده، وأنا محتاجة إن أنا أنزله عشان حاسة إن هو توبيك مهم جدا. احنا اتعلمنا حاجات كتير قوي في المدرسة يا جماعة، بس ما اتعلمناش الأساسيات الحياة. ما اتعلمناش ازاي نحافظ على فلوسنا، ما اتعلمناش ازاي نعمل باوندريز، حدود ما بيننا وبين الناس، ازاي نحس بمشاعرنا. الحاجات المهمة اللي احنا وستراجل سببها دلوقتي ما اتعلمناهاش. وعلمونا ازاي نعمل 1 بلس 1 وجيومتري وحاجات غريبة. انا كنت المفروض معايا قهوة، مش عارفة راحت فين. ونسوا يعلمونا الأساسيات الحياة اللي هي أصلا بسببها نحن نعاني. فأنا قلت أحاول إن أنا أعلمكم الحاجات دي بما أعرفه من معلومات، ومن ما هو ساعدني إن أنا أحقق الحاجات دي. وش شعري بس إيه. أول حاجة عايزين نعرف، هو إحنا بنسيف ليه؟ لو أنت مثلا شخص عايز يحوش، هو انت بتحوشي ليه؟ بتحوشي لله كده والوطن، ولا بتحوشي عشان لو حصل اي emergency، لو عايزه تسافري، عايزه تتعلمي حاجه معينه، فمحتاجه انك تعرفي ليه انت بتحوشي. محتاجه تعرفي برضو your monthly income، يعني انت بيجيلك كام في الشهر، دخل ثابت مثلا، طب بتشتغلي حاجه تانية. عايزه اعرف التوتال كله كام، وعايزه تقعدي شهر بحاله تعرفي كل جنيه انت بتصرفيه بيروح فين. بما فيهم مثلا لو شحنتي مثلا كارت فودافون، تعرفي انت شحنتي كذا واتخصم منك 100 جنيه، اتخصم منك 30 جنيه، دفعتي 5 جنيه في كشك، جبتي ميه، دفعتي كل جنيه، اعرفي بتخصميه او يعني بيروح فين، عشان ده هيعرفنا ليتر اون فلوسك بتروح فين، وهيبقى مني الاكل والقهوه مش تبقي عارفه يعني. انا بقول لك من دلوقتي. عندنا بقى مشكله عويصه دلوقتي، ان احنا بنجيب اكل كتير قوي من بره، فاهماني، وبنشرب قهوه كتير قوي من بره. فمحتاجة ان انتي تكت داون او تكت الحاجات دي. ولو مثلا عندك اشتراك يوتيوب بريميوم وسبوتيفاي وانغامي ومش عارفة شاهد وواتش، كل ده يعني لو تقدري تستغني عن حاجة منهم استغني. دي فلوس في الأرض، لو انتي مش بتستخدميهم شيليهم، ملهمش لازمة. عندي بقى أزمة كبيرة قوي وأنا وكميار بعاني من الموضوع ده. احنا عندنا دلوقتي كريدت كارد، ده كان زمان، دلوقتي بقى فيه فاليو مش عارفة فرصة ومش عارفة حاجات كتيرة دي. دول بياكلوا فلوس يا جماعة، ماشي. فالحاجة اللي مش معاكي فلوسها دلوقتي ان كاش او ديبت كارد ما تجيبهاش أرجوكي. التقسيطات ومش عارفة ايه ده بجد later on بتلاقي نفسك فلوسك بتروح في لا شيء، وبندفع فاليو وبندفع الكريدت كارد. مشكلتنا ان احنا بندفعها مش في حاجة مهمة، مش حاجة اللي هو لايف اور death situation. احنا بندفعها عشان نجيب ميك اب او اجيب سكين كير روتين. لا، كانسل كل السبسكريبشنز دي. اول ما يجيلك مرتب او اول ما يجيلك الانكم بتاعتك، حطي فلوسك دي في السيفنج الانكم اللي قررنا ان احنا هيكون في سيفنج اكاونت عندنا. حطي فيه السيفنج اكاونت، وهتحطي فيهم كام؟ مش هنبدأ ان احنا نحط نصهم ولا تلات ارباعهم، لان ده طبعا مستحيل. 10% او 15%. يعني ايه؟ لو جالك 100 جنيه هتحطي 10 جنيه، او لو عايزه 15% هتحطي 15 جنيه. ومع الوقت هتلاقي ان السيفنج اكاونت ده بيكبر، وان انت احسن ما تصرفيه في اللا شيء. وانا عندي برضو كده كونسبت: حوشي مبلغ كويس وجيبي بيهم سبيكة دهب، لان للاسف الجنيه مع الوقت قيمته بتقل، الدهب لا. فجيبي سبيكة دهب، مش حاجة تلبسيها، حاجة ده نوع من انواع الانفستمنت، very long time investment. فهنحوش وليتر اون هنحول الفلوس دي لسبائك. في تقريبا، انا مش فاكره بصراحه السبائك دلوقتي بكام لان اسعار الدهب متغيره، بس ممكن تجيبي سبيكه ب4 او ب5، حاجه صغيره قوي يعني. بس later on لو سبتيها سنه هتلاقيها زادت، فاهماني. بالنسبه لي احسن من ان انا بس احوش في جنيهات. واعملي ميني جول، يعني قرري مثلا ان انا في ال6 شهور الجايين دولت هحوش المبلغ كذا وهجيب سبايك بكذا. ما تمشيش كده لله وللوطن، لان من غير جولز او من غير ديدلاين احنا ما بنتحركش للاسف. هنعمل قهوه في البيت اهو، جميله، قهوه جميله هي معموله في البيت. هنبطل اكل من بره على الفاضي وعلى المليان، نتعلم ان احنا نطبخ. سندوتش الجبنه بيشبع زيه البيتزا اللي بتجيبيها ب 300 جنيه.
الصدمة بأصدمك، نعمل يوم في الأسبوع ما نصرفش ولا مليم. لو انت بمواصلاتك يعني يبقى مثلا يوم جمعة، لو يوم اجازة، لو يوم اصلا ما بتحركيش اكتر قوي في البيت، وتقرري ان انت مش هتصرفي ولا جنيه، وهنستيك تو ات. لما نروح نعمل شوبينج او نروح نشتري حاجة من السوبر ماركت، يبقى عندنا ليست، انا محتاجة 1 2 3، عشان لما بنروح من غير ليست بنشتري كل ما هو لز كل ما هو لز وطاب، وبنطلع بره البادجت. ما تعمليش كده، ما تعمليش كده، عشان ايه؟ آه صعب. طيب حاجة برضو، ان انا لما بدخل على السوشيال ميديا بحس ان انا عايزة اشتري حاجات كتيرة قوي. هنعمل انفولو لاي حد يحسسنا ان احنا ناقصنا كتير، ومفروض نشتري البلاوز الفلانية والبنطلون الفلاني والسكين كير الفلاني، عشان حياتي تبقى احسن بكتير. مش هتبقى احسن بكتير، وهتصرفي فلوسك في اللاشيء. ف نعمل انفولو لاي حد يحسسنا ان احنا محتاجين نشتري حاجات اكتر، عشان نحس ان احنا نبقى احسن. وما فيهم انا لو انا بعمل اد ساعات او بتكلم على برودكت، حسيتي ان انت انفلونس مني ان انت تشتري حاجه انت مش محتاجاها، اعملي لي انفولو. بقول لك اهو، الناس بتقول لبعض اعملوا لي فولو، لا انا بقول لك اعملي لي انفولو. لو انا بأزمك في حياتك، لو اي حد زيي بيأزمك في حياتك، اعملي انفولو عادي. اتس اوكي، اتس اوكي. مصلحتك اولا. قبل ما تشتري حاجه كبيره استني 24 ساعه. يعني مثلا لقيتي في حاجه بادجت بتاعك كبير قوي، استني 24 ساعه، نامي واصحي. ما تاخديش القرار كده impulsive shopping، ده مودينا في 60 داهية. وهقول لك على حاجة تانية، شوفي لما تجيبي حاجة كبيرة، هل هي هتقعد معاكي 5 سنين؟ هل انت هتعرفي تهتمي بيها لمدة 5 سنين ولا لا؟ وهل هي هتفرق في حاجاتك كمان 5 سنين ولا لا؟ لو انت مثلا لقيتي روج مثلا ب2000 جنيه، وده out of your budget، هل هيقعد معاكي 5 سنين ولا يقعد معانا؟ ممكن يضيع اصلا، يعني ممكن الشهر الجاي يضيع. ف is it worth it؟ هل هو بيعمل حاجة غير الروجات اللي ب200 جنيه بتعملها؟ اسألي نفسك. ويا جماعة، مش كل حاجة غالية بتبقى حلوة، ومش كل حاجة مش غالية بتبقى وحشة. في حاجات لوكال براندز بتبقى حلوة جدا. ممكن اعمل لكم فيديوز كده مخصص بالحاجات اللوكال، او مش لوكال بس مش غالية وفي نفس الوقت افكتيف، الا ان في الاول وفي الاخر كلها نفس المصانع ونفس الماتيريالز. اديك الصدمة ان البراندز كلها بتعمل بنفس المصانع. هو الفرق في الماركتينج، السوشيال ليفل اللي هم عايزين يوصلوا لهم، البراند دي توصل لهم، فبيعملوا تسعيرة مختلفة عن التسعيرات التانية. في الاول وفي الاخر كله زي بعض. وفي ليست كتيرة قوي انا عاملاها على الانستجرام، هسيب لكم اللينك تحت على على السكرين او تحت في الديسكريبشن، عشان لو عايزين افكار تانية ازاي تتعاملوا مع فلوسكم. وفي حاجة حلوة قوي تستعملوها، اللي هو 50 30 20. لما يجيلك الانكم بتاعك، يبقى فيه 50% هيروح للاحتياجات، اللي هو مثلا مواصلاتك، اكلك، مش عارفه ايه، حاجات انت ما ينفعش تستغني عنها. 30% اسمها وونتس، عايزاهم، اللي هو مثلا لو بقولك الميك اب ده انا عايزاه، آه، تي شيرت معين، لبس معين، حاجات مش يعني مش هتموتي لو ما خدتهمش، فاهماني؟ و20% سيفنج. 20% دي قلنا ممكن تبقى 10 في الأول أو 15 في الأول، عشان احنا لسه بنتعلم ازاي نسيف. بس ما تعديش شهر من غير ما تحطي فلوس في السيفنج اكاونت بتاعك. وتقريبا دول موست الحاجات اللي ممكن أي حد فينا يعملها عشان يحافظ على فلوسه. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب لليوتيوب شانل، اعملوا فولو على كل السوشيال ميديا اكونتس بتاعتكم. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن، واشوفكم في فيديو جاي.